أشهر ستايلات المونتاج المنتشرة على اليوتيوب هو ستايل إيمان باز، واللي بيقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي داخل الفيديوهات بتاعته ويخليها جذابة وتشد العين. في الفيديو ده هنتعلم إزاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات بشكل مجاني ونطلع منه شغل احترافي جدا كأنه مونتاج مدفوع فيه فلوس كتير من غير ما يكون عندك خبرة سنين مع الذكاء الاصطناعي، وده من خلال 3 خطوات. أول حاجة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتاني حاجة برنامج فوتوشوب أو برضه ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي، وتالت حاجة وهي أدوبي أفتر إفكت. ويلا بينا نبدأ. بسم الله ونفتح الأفتر إفكت. نضغط على علامة الزائد دي، بعد كده هنعمل ابلود فروم كمبيوتر، وهنحط الصورة اللي احنا عايزين نعمل زيها بالظبط. بعد كده هنكتب عاوز برومت للصورة دي بالانجليزي، بس الموضوع مفيش ابسط من كده يعني. بس كده هتاخد البرومت ده وهتخش على موقع ليوناردو. الموقع ده برضو يعتبر مجاني لانه بيديك يوميا 150 عملة، والصورة بتتولد 6 عملات تقريبا، فيعتبر مجاني. تاني انت مش هتولد كم الصور ده كل يوم. بعد كده هنرجع تاني لشات جي بي تي وهنقول له ان احنا عاوزين نفس الصورة بس من غير خلفية. هنحط له الصورة اللي اتولدت بالذكاء الاصطناعي، وفي ثواني هيكتب لك البرومت وهتاخده وهتروح على نفس الموقع وهيولد لك نفس الصورة بس من غير اي شخصيات ولا اي حاجة. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشيل الصورة من الخلفية. الصورة الأولانية هنشيلها من الخلفية بتاعتها وهيبقى صورة من غير خلفية، والصورة التانية هي كده كده احنا ولدنا الصورة بالخلفية خلاص. بعد كده هنروح على الأفتر إفكت، صورة من غير خلفية، هنعمل لها اكسبورت يعني بي ان جي. اهم حاجه تكون بي ان جي علشان تكون من غير خلفيه، لان لو رندرتها على اي، وان شاء الله كل اللينكات وكل اي حاجه هتتذكر في الفيديو ده هتلاقيها في الديسكريبشن، حتى كمان مشروع الفيديو ده. انا افضل ان انت تكون عامل فولدر فيه كل المشروع بتاعك عشان يكون الموضوع منظم اكتر. هناخد كل الصور اللي هنستخدمها هنا، الخلفيه دي كده احنا عندنا صورة من غير خلفية، صورة بخلفية، وصورة اللي هي من غير أي خلفيات خالص اللي برضو متولدة بالذكاء الاصطناعي، ودي اللي هنستخدمهم إن شاء الله. نيو كومبوزيشن. بعد كده هنروح ناخد الخلفية دي، الصورة من غير خلفية، بعد كده الخلفية دي. تمام كده، وهناخد دي هنا كده، نحط دي فوق بالشكل ده كده، وهنعمل نيو كاميرا نفس الإعدادات دي. عشان نعمل الزوم ان ده نعمل على البوزيشن كده، نحط مثلا، طبعا متهيألي المشهد ده 5 ثواني حلو أوي فيه. بعد كده هنيجي هنا على الصورة اللي من غير خلفية، ونروح نازلين بالبوزيشن كده لتحت بحيث انها تطلع بالشكل ده كده. ودي كمان نلعب مع السكيل بتاعها، نحط كده، نرجع ورا بحيث انها تطلع بالمشهد ده كده. نعمل كله ايزي ايز عشان بس يكون في شوية موشن في الموضوع بس كده. اما بالنسبة لتحريك الشخصية البسيط ده، كل اللي هنعمله ان احنا هنروح على الشخصية دي، وهنجيب الأداة دي وهنضغط ضغطة هنا، ضغطة هنا، هنيجي هنا مثلا نرجع دي ورا كده، نطلع دي قدام، بعد كده نمشي شوية، نرجع برضه ورا سنة صغيرة كده،
عايزين بس نحرك كده. هتطلع بالشكل ده كده. ممكن نشيل الفريمين دول، تطلع بالشكل ده كده بالظبط. طبعا ما تنساش تسيف عشان الكراشات والحاجات اللي بتحصل دي. نيجي بعد كده بقى لغاية الموشن، اللي هو الحاجات بتاعة المكتوب فيها 2000 دولار والحاجات دي. تمام. هنيجي هنا ناخد الريكتانجل تول، ونعمل ريكتانجل حلو كده. نحط الفل مثلا اسود، والستروك لا الستروك شيله خالص. بعد كده هنيجي عند الراوندد، نعمل لها كده ايه شوية حواف حلوة. وهنيجي نعمل gradient ramp. هنيجي هنا نحط دي هنا كده، التانية دي نحطها كده وهنا كده، ننزلها تحت شوية. نحط عليها بقى افكت اللايت سويب، الافكت اللي تعب معانا. يجيب- طبعا ممكن تجيب من دي كده، تيجي هنا في النص تديها واحدة. بعد كده تعلي الويدز، ممكن تقلل دي كده، تعلي الحواف. طبعا احنا عشان نعملها شفافة بنفس الطريقة دي كده، نحط افكت الديب جلو، هنعملها كده ونقلل الاكسبوجر. نيجي بعد كده بقى للتكست. تمام. نيجي هنا نكتب 2000 مثلا، نكتب الرقم. نروح على الافكت والبريسيتس، نحط الافكت ده برضه هسيبهولكوا في الديسكريبشن، بيزك دولار. بس عشان نظهر الكوما اللي هي تبقى 2.3 اصفار. هنروح على السورس تكست وهنغير الاكسبريشن ده كده بالشكل ده. طبعا ممكن نغير دي لعلامة الدولار كده اهو بالظبط، هتظهر بالشكل ده كده. وهنغير الفونت، نيجي هنا نتك على حرف التي، الاوباسيتي. تمام. نعملها 100، بحيث تظهر بالشكل ده كده اهو. بعد كده هنكتب التكست مثلا salary بير months، وهنغير الفونت بالشكل ده كده. طيب هنا اهو. من هنا هنتك حرف التي وناخد الاوباسيتي هنا نحطه هنا نفس الكلام. نيجي بقى لدي، عشان تظهر بالشكل ده كده هنتك على السكيل وهنفك الطول عن العرض، وهنتك كنترول الت هوم عشان الانكر بوينت تكون في النص. وهنيجي هنا هنعمل كي فريم. بعد كده هنودي الكي فريم قدام شوية، نتك هنا صفر، تظهر بالشكل ده كده. التلاتة بقى كل واحد هنحط عليه افكت الديب بلو بالشكل ده، بالشكل ده بالظبط. بعد كده هناخد التلاتة نعمل لهم بري كومبوز، وهنسميه مثلا سالري. هنيجي هنا نعمل دوبليكيت، نحط هنا اهو، نجيبه هنا، نخش هنغير دي بس كده ايه، من 2000 مثلا ل5. المفروض نغيرها من فوق معلش. تك على حرف اليو، نيجي عند الكي فريم ده نغير من 2000 ل5000. وهنيجي هنا برضو نعمل لها دوبليكيت تاني، نيجي نحطها هنا، نغير مكانها. وطبعا هنخش
نحرك حرف اليو، نيجي على الكي فريم التاني نعمل دي بدل 2000 نعملها 10,000 أو أيا كان الرقم بقى. نيجي هنا نعمل التلاتة دول 3D، بعلم البلور كمان. ممكن نغير هنا البلند مود نخليها اد بحيث انها تطلع شفافة، ونفس الكلام نعمله هنا. بس انا عايز اغير اللون خليه لون اصفر مثلا. اللون الاصفر حلو وبيشد العين. حاسس انها هتكون بالشكل ده احسن. طبعا الكلمة اللي فوق دي أنا عادي جدا نكتبها تكست، وهنحطها تحت الشخصية بحيث انها تظهر من وراها. نغير الفونت بولد ايتاليك، وهنغيره باللون الأبيض كده اهو. وعشان نغير لون الكلمة دي هنيجي بس نعلم عليها كده وهنحطها باللون الأحمر عشان دي تكون كلمة مميزة. نيجي هنا ناخد افكت الديب جلو من على التكست ده، نروح حاطينه هنا وخلاص. والخط ده نيجي هنا عند البين تول، نضغط من هنا كده لحد هنا وانت ضاغط على الشيفت عشان يبقى الموضوع ايه مستقيم. نزود الستروك شوية بالشكل ده كده. نيجي هنا نعمل تريم باس، ونيجي عند الاند خليها صفر، وهنحط كي فريم نرجعه شوية، وبعد كده هنحطها 100. طبعا هو المفروض يكون في سكريبت تحدد على أساسه الكلام هيطلع امتى وكده، بس احنا بنوصل فكرة مش أكتر. ممكن طبعا نروح على الستروك وعند التيبر دي نخلي دي مثلا 27 مثلا، بحيث ان هو يبقى ناعم في البدايات بالشكل ده. نزود الايز بحيث برضه ان هو ما يبقاش شكله من البنيلة كده. بس أنا مش عارف مش اللون ما اتغيرش ليه. تمام. طبعا هنحطه 3D وهنحطه تحت الشخصية برضه. ونيجي هنا بالنسبة لأنيميشن تكست هنفتح الانيميشن كومبوزر، ده بلجن مجاني تقدر تستخدمه في انيميشن للنصوص حلو جدا. وهنختار دي مش باينة، نختار دي ونعمل ان. تمام. بعد كده هندخل على الانيميشن بتاع الخط اللي هو بيظهر من هنا. نيجي هنا مثلا وقت ما ده ظهر، وقت ما الاولاني ده ظهر، نيجي هنا على البين تول تك كده، ونيجي هنا وانت ضاغط تضغط شيفت بالشكل ده. هنشيل الفيل، خلي الستروك حلو 15، اي اضافة خلاص. بعد كده هنغير الستروك نعم شوية كده في البداية والنهاية 22. وهنيجي عند الداشز دي ونضغط على دي بحيث انها تظهر بالشكل ده كده. تمام. وهنزود دي كده اهو. وهنيجي عند الاوفست نضغط كي فريم ونمشي كده قدام شوية، وبعد كده لا نيجي نمشي سالب بقى عشان من فوق لتحت نمشي على السالب. ماشي. تمام. تمام. وطبعا الانيميشن هنخش نحط له التريم باس، وهنيجي عند الباس اهو. نيجي عند الاند تخليها صفر، نحط كي فريم
طبعا وقت الظهور، يعني احنا عايزين نشاور على دي، نروح عاملين دي كده، نعمل لها ايزي ايز عشان الحركة تكون سلسة شوية. طبعا عشان نخلي الموضوع زي ناعم شوية من الحواف من هنا ومن هنا، هنحط دي في بري كومبوز وهنسميها لاين. تمام، وهنيجي عند علامة الماسك دي كده ونروح عاملين دي كده اهو. تمام، بعد كده هنيجي عند الماسك ونزود الفيزر بحيث ان هو يبقى مخفي شوية من البداية ومخفي شوية من النهاية. هنا مثلا، وهنتك هنا دوبليكيت، وهنعمل له ايه، نروح على ترانسفورم فليب، وهيبقى بالشكل ده كده، وهنقدمه شوية في وقت ظهور الانيميشن الاخير. تمام، وبرضه هنيجي هنا نعمل دوبليكيت، وهنيجي هنا نعمل له شوية روتيشن بالشكل ده كده اهو. طبعا هو الانيميشن سريع، انت تقدر تتحكم في الكي فريم، لو عايزه بطيء بتبعد الكي فريم شوية، يعني ايه، بالتالي الانيميشن بتاع الصورة حلو. ممكن نغير مواعيد ظهور الانيميشن دي. طبعا بالنسبة للسواد اللي في الحواف، هنيجي هنا نتك على كنترول الت واي عشان نعمل ادجستمنت لاير، نحط عليها افكت السي سي فينيت او فيجنايت ايا كان، نزود دي شوية كده سيكة. تمام، وكمان بالنسبة للفليكر البسيط اللي موجود في الصورة ده برضو لا هنعمل سوليد اي لون الاسود مثلا، وهنتك حرف التي عشان نظهر الاوباسيتي، وهنيجي عند الاوباسيتي وانت ضغط على الالت هتضغط عليها هيظهر لك ده على الاكسبريشن، هتكتب ويجل. تمام، 15 كوما 5، وهتتك سهم بحيث ان انت تطلع بره القوس، وهتكتب ناقص 90، هيظهر بالشكل ده كده. وفي النهاية لو المحتوى ده عجبك متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، ان شاء الله تستنى الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم.